يا ناس نحن والله لقنا في طريق اقسم بالله ما معروف. والله جايين من أرجلة ماشيين لبشار، نزلونا في ممر 70 كيلو مغشونا وقالوا لنا تمشوا بالجبل. الجبل فيه مدخل كده، قال لنا بتخشوا سريع. نحن من أمس الساعة 12 صباحا، نحن ماشيين لما عملت الساعة 3:30 مويتنا قطعة. نحن مو متخيلين إنه المويه هتقطع، مو متخيلين المسافة بعيدة. قال لنا بجاي قريبة 30 كيلو. قلنا نشيل المويه بتسقينا. جو ناس لقونا شايلين 5 باغات، شالوا مننا واثنين خلوا لنا ثلاثة احنا نشرب فيهم. لما خلاص حصلنا احنا مرحلة بتاعت المويه تنتهي، نفسنا نحن ما حمينا فيها. نحن 3، أنا وأختي دي، ده أخوي ودي أختي، ده أولاد ودي الأولاد. أقسم بالله يا ناس والله ما بنقدر نمشي يا أخواننا الجزائريين. نحن من هنا هسه حنتحرك، حنجي مع أخوي ده بنشيد حيلنا قدر الإمكان. أقسم بالله يجيب والله العظيم سلاسة، ده مسوح بتاع أطفال مرتب. والله قاعدين نشرب فيهم نحن. أقسم بالله هسه بللنا معدتنا. نحن قلنا حنمشي ناكل قدر الإمكان، المسافة دي 40 كيلو، حنرجع الزلط نرجع نشرب مويه. عليك الله لو انتوا عندكم انسانيه، انتوا لو بشر حاولوا انقذونا. نحن خلونا حنيجي هناك وبنشرب مويه ان شاء الله. لكن اختي دي شنو؟ حنخليها هنا باولادها. نحن في الجبل مسافه بتاعت 40 كيلو، واولاد دول والله ما بيتحملوا. ربما يكون الله اعلم، ربنا يطول من عمرهم بس ما يشيل لهم شيء. لكن عليك الله انقذونا. نحن ملصنا هدومنا وجدعنا. نقسم بالله عشان ما تقول نحن مجانين، نحن حنجيكم بشكلنا ده. والله نحن ناس سودانيين والله العظيم. والله قروشنا كلها عندنا 50 يورو. اقسم بالله العظيم في شنطتنا. لو انتوا عندكم انسانيه عليك الله شنو حاولوا شنو انقذونا. بس تليفوناتنا بنديكم لين، بنحول لكم قروش، بنديكم ال 50 يورو. حاولوا بس طلعونا الزلط بس. يعني ما دارين اي حاجه، بس عيشوا لنا الشوف بعدين بس. وان شاء الله ثاني لو تودونا النقر، ترجعونا السودان، احنا حنرجع. هي مشقة الطريق، واحنا مشينا كلها عشان نزل يعيش حياه سمحه يقدر يسند اهله في السودان. لكن والله ما قدرنا، والله العظيم ما قدرنا عشان نقدر نواصل المرحلة دي. لكن احنا هنجي وان شاء الله بيتمنى من الله انه تنقذونا. والله العظيم اقسم بالله نحن انتهينا عادي. لسه نحن هنقدر نجي مع ويدا، هناكل المسافة دي ان شاء الله. يا الله ربنا يسهل علينا 40 كيلو. هنحصل متحركين حوالي الساعة 2 ولا حاجة. لو حصلنا نحن العجا وقفنا في الزلط، انا هسميكم الريكورد ده، الفيديو اللي انا سجلته ده. لو كله ما قدرت تجوا معانا المسافه بتاعت الجبل دي، عليك الله ادقوا لكم لاي انقاذ، طيران، اي حاجه يجي انقذوا. الشوف بعد حاولنا نطلعهم بالجبل ده. شوفوا مسافه الجبل والله ما قدرنا. انا ماشي 17 كيلو فوق الجبال. انا نقرب بقى بكسر رقبتي عشان اشوف لي مغرق للشفه ما لاقيه. جينا هنا هسه خلاص انتهينا. اقسم بالله العظيم نحن نستشهد منا الصباح، لكن ربنا والله العظيم على حسب نياتنا. ربنا والله العظيم ما ادي لنا امورنا. وانا واخذ والله هسي اقسم بالله لياقتنا 20% 10 والله العظيم ما تم. لكن باذن الله تعالى عليها متوكلين باذن الله. عليك الله يا اخوان، خليكم عندكم انسانيه. انقذوا لنا شوف هذيل، وبعد ذاك شوف هذيل ودوهم بشار هنا. نحن رجعونا النير راضيانين، ما عندنا مشكله. هي بس عايشوا لنا. شوف هذيل ابوهم مات والله في ظروف الحرب دي. والله العظيم ابوهم مات والله عسكري في ظروف الحرب دي. يعني قلنا نجيبهم هنا عشان على الاقل نعيشوا مع يا اولاد ديل بعيد من المشاكل والحروبات. بعد ما السودان يظبط ونرجع. ده حال اقسم بالله، ده حال قدمنا والله العظيم. والله ان قدم نشف بعدين والله استشهدنا. ايوه بعدين نتوكل على الله. لكن انا قوي اقسم بالله. انا سامر، انا قوي، انا بقدر بتحمل كل الصعاب والله. لكن احنا ما بنقدر والله نتحمل الشوف هذه والله العظيم. والله انا بتكلم معكم بس انا قلبي بدق. احتمال ربنا ما يوصلني. لو ما وصلني انا ما اعمل لي رمزي في تليفوني. هتلقوا الفيديو ده وهتلقوا الصفحه بتاعت اهلي، تمام؟ تلقوا الصفحه بتاعت ناس البيت. انا كاتبه بإلهام علي النور او بالناس العزاز، بيت ناس العزاز بالعربي. وتاني فاتح صفحه بتاعت منو واحد صاحبي بقول له جاجة الغتري، يعني جاجة الغتري كلمتين بس. فعليك الله حاولوا خشوا على الناس ديل، خشوا الواتساب اي ناس بتعرفوهم. عندي شريحة نشطوا قولوا لهم الناس ديل خلاص انتهوا وماتوا. شنو صورونا ورسلوا لحالنا الجثث. ايوه تمام. اهم حاجة رسلوا لحالنا الجثث. عندي اخوي ده ابحث عن الصفحة بتاعت والدته او اخوه.
الصفحه بتاعت انا اخوك انا اسمه برضه عندي تليفوني اهو مع اختي هنا. عرفتوا كيف؟ يعني احنا لو جينا هناك وموتنا لقيتونا في الصحراء، تعالوا هنا الجبل شفتها؟ جبل الاول، الجبل الثالث منه الغربي منه الاخير. تعالوا يا اسمك في مجرى كده بتاع شكل خور كده بتاع مويه بينزل المويه لتحت. تعالوا عليه واطلعوا. اختي دي باولادها شنو راكدين هنا ده. ربما يكون احنا لو موتنا هم ما عندهم حياه، لانه نحن الرجال ما قدرنا نستحمل، هم حيموتوا. فحاولوا شنو انقذوهم لنا. ولو ماتوا استرونا عليك الله، استرونا ستر من ستر مؤمن ستره الله. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعفو والعافيه.